الوقت اللي أنا عاصرته أنا في اعتبارا من سنة 1386 دخلت في معترك الإدارة حقت الاتحاد. وقبل كده كنت يعني زي أي مشجع يعني من بعيد لبعيد. الأجواء هي ترى يعني، والطلبات هي يعني هي كثيرة بمستوى الوقت اللي أنت عايش فيه. لأنه اللاعب اللي كان يطلب 1000 ريال في هذاك الوقت عن كناية عن مليون ريال في هذا الوقت. يعني كانت ال1000 ريال لها قيمتها أكثر بكثير من الوقت الحاضر. يعني قبل الوقت اللي أنا دخلت فيه النادي كانوا اللاعبين يلعبوا بالفعل بالهواية. حتى الجزم عزك الله حقت اللعب يعني يسموها كديسة ولا شيء، كانت هذه اللاعب يصلحها على حسابه ويشتريها على حسابه، والمواصلات يجي على حسابه. إذا ما عنده دباب يركب مع زميله ويجي على التمرين. يعني كان الطلبات حقت اللاعبين أقل بكثير من هذا. ثم مع الزمن لما دخلوا بعض الإداريين اللي بده يجيب لاعب من محل لمحل، كان كيف تجيب واحد وهو له ولاء للنادي حقه غير بالفلوس. اللاعبين معظمهم 99% منهم جايين من طبقات فقيرة جدا، فال100 ريال كانت لها قيمتها عنده. الوحدة فيها علي داود وأبو يمن، وفيها الإخوان لبان، وفيها سليمان بصيري، وفيها مبارك اسمه ايه ده، كريم المسفر. هذه الأسماء اللي أذكرها. يعني في الاتحاد كان في سعيد غراب وعبد القادر كتالوج وغازي يوسف وعبد الله بكر طبعا وعبد الرزاق بكر. يعني طبعا هذول يعني المتميزين في الأهلي. في عبد المجيد راشخان، وفي ياسين صالح، في الله دحين ما تذكرني. وفي لاعب كان اسمه الوصلة، كان يعني هذا لاعب مشهور. وفي أبو داود، مو عبد الرزاق الثاني، ذاك عبد الله أبو داود، كان حارس مرمى في الأهلي. عبد الرزاق أبو داود بعدين جاف، يعني كان هو لاعب في الهلال البحري. اللاعبين القدام يعني لا يحزنوا انهم والله ما هم مذكورين، هذه حال الدنيا. يعني انت تكون معروف في الوقت اللي بتلعب فيه، بعد كده خلاص يعني هذه سنة الحياة. يعني